فطائر المقلاة بحشوات متنوعة بعجينة قطنية وهشة خفيفة كتير لأشهى فطور صباحي يومي. خليكن معي وتابعوا الفيديو للأخير وإن شاء الله الوصفة راح تنال إعجابكم. بالبداية بدنا نحضر العجينة. كوب حليب دافي سعته 240 مليلتر، ملعقة كبيرة خميرة فورية، ملعقة كبيرة سكر. نخلط هدول المكونات لحتى تذوب عنا السكر والخميرة. وهلا بدنا نضيف كوب طحين، نخلط كتير منيح لحتى ما يضل فيه أي تكتلات والخليط يصير عنا ناعم. نغطيها ونتركها لمدة 10 دقائق لحتى الخميرة تتفاعل. ربع كوب من زيت الزيتون، وممكن نستخدم الزبدة أو الزيت النباتي. ثلث كوب لبن زبادي يعني يوغورت بحرارة الغرفة. ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة بيكنج باودر. نخلط شوي. وهلا بدنا نضيف كوبين من الطحين، نعجنها كتير منيح لمدة 10 دقائق. كمية الطحين يلي استخدمناها بهاي الوصفة 3 أكواب، ممكن يزيد أو ينقص على حسب نوعية يلي عم نستخدمها واستيعابه للسوائل. عجينة هشة قطنية وذهبية، ممكن نستخدمها لكافة أنواع المعجنات. وعلى سطح العمل رشينا شوية طحين. وبدنا نقطع العجينة ل 15 قطعة، ممكن أكتر أو أقل على حسب حجم الفطيرة يلي بدنا إياها. نكورها ومنغطيها بنتركها ترتاح لمدة 5 دقائق لحتى يسهل علينا الشغل فيه. بنرش شوية طحين على سطح العمل، بناخد قطعة وبنمدها بالشوبك لرغيف. بيسعدني وبيشرفني أعرف المتابعين من وين عم يتابعوني. والحشوة أكيد اختيارية، حطيت جبنة قشقوان ومسكرها كتير منيح. وبهذا الشكل أول فطيرة صارت معنا جاهزة. وهي الحشوة هريسة حارة مع حبة البركة وسمسم وزعتر بري وكمية من الجبنة، ومنسكرها كتير منيح. وآخر حشوة الزيت والزعتر، بنحط كمية مناسبة ومنسكرها. بنكمل تشكيل كل الكمية بنفس الطريقة، وأكيد الحشوات متنوعة وعلى حسب الرغبة. وبهذا الشكل خلصنا تشكيل كل الكمية، وبدنا نشويها بمقلاية على النار، والمقلاية لازم تكون سخنة والحرارة متوسطة. بتمنى تدعموا الفيديو بلايك وتعليق، وإذا ما كنتم مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد. بشكر كل حدا بقي معنا لآخر الفيديو وحط لايك وتعليق. وإذا حبيتوا تجربوا الوصفة راح تلاقوا كل المكونات تحت الفيديو بصندوق الوصف. بنقلبها لحتى تستوي وتاخد لون الذهبي من الطرفين. وبندهن الفطائر بزيت الزيتون أو الزبدة، بتعطينا طعمة ولمعة حلوة كتير. وبتمنى وصفة اليوم نالت إعجابكم، وانتظروني بوصفة جديدة. مع السلامة، في أمان الله.